بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب نتوكل على الله ونبدأ حصة جديدة من حصص مادة الفيزيو. النهارده إن شاء الله يا شباب الموضوع الحصة هيبقى عبارة عن إيه؟ والله المفروض ناخد فكرة عن إيه هي الإلكترولايت. ده الموضوعات اللي المفروض نتكلم عنها النهارده إن شاء الله. إيه هي الإلكترولايت؟ طبعا إحنا درسنا على مدار الحصة السابقة درسنا الإلكترولايت سواء صوديوم وبوتاسيوم كان لها دور تنظيمي إن السيل ممبرين كان يبدأ يريجوليت سير المواد ديت الإلكترولايت. زي ايه؟ زي صوديوم بوتاسيوم كالسيوم، احنا خدنا فكره عنها في الحصه السابقه تقريبا. بيبدا يتحكم في مرورها، ويعرف يتحكم في مرورها عبر مجموعه من القنوات بتبقى في صوره ايه؟ انهي عنصر كارب ولا ليبيد ولا بروتين؟ قلنا لا ده بروتين موجود في الخليه. ده البروتين ده هو اللي بيكون القنوات اللي بتبدا تنقل الالكترولايت من مكان لمكان ثاني. وابتدينا نسال سؤال الحصه اللي فاتت، وابتدينا نشوف هل الالكترولايت دي بتبقى موجوده في فراغ كده ولا بتبقى طافيه ولا بتبقى موجوده فين؟ عرفنا انها ما هي الا ايونات وكاتيونات دايبه في ميه. يعني ما هي الا عناصر الروابط اللي فيها ضعيفه لما تبدا تدوبها في ميه تكسر الروابط وتتحول لانيون او كاتيون، بيتحول لعنصر مذاب. مفهوم؟ تتحول لايون مذاب عشان يبقى بشكل ادق شويه، تبقى ايون مذاب. ده بالنسبه للجزء الالكترولايت اللي هناخد فكره سريعه عنه. ده كانت فكره سريعه عنه. محتاجين برضه في الحصه دي نشوف ايه؟ ازاي نربط خليه بخليه ثانيه. ما احنا اتفقنا جسمك فيه كام؟ في تريليونات الخلايا اللي موجوده في جسمك. احنا كده عرفنا، وغير الحصه السابقه عرفنا تركيب الخليه الواحده عامله ازاي. الخليه الواحده، طب هل ده كده احنا المفروض نقف عند كده نعرف الخليه عامله ازاي؟ طبعا لا. جسمك فيه تريليونات الخلايا مرتبطه مع بعض بشكل وظيفي بشكل تركيبي. محتاجين نعرف مع بعض ازاي مع ان في تريليونات الخلايا بس بتحس ان الجسم كله شغال كوحده واحده. مفيش اي اختلاف في جسمك. خلال كده هنعمل ايه بقى؟ هنقدر نشوف ايه الروابط اللي موجوده بين كل خليه وخليه ثانيه. الروابط اللي بتسمح انها تعمل وظيفتها وبتسمح بالتركيب بتاعها. زي ما ادينا مثلا مثال، احنا قلنا ما ينفعش مثلا تكون ميكروب معدي يلاقي في مسافه كبيره بين كل خليه وخليه ثانيه، ما هو يخش جسمك يخش مجرى دم في جسمك، فكان لازم يبقى في نوع روابط معينه تبدا تربط الروابط تخليها واحده واحده، تربط بين كل خليه وخليه ثانيه بشكل قوي يمنع دخول اي ميكروب، يمنع تسرب الميه مثلا بين خلايا في جسمك. كان ممكن ده يحصل بس ده ما بيحصلش. طيب محتاجين نبدا ايه يا شباب؟ والله محتاجين نتوقع على الله. نبدا في اول جزئيه في حصه النهارده اللي هي الالكترولايت. الالكترولايت اللي هي الانيونات او الكاتيونات. الالكترولايت ده هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن عناصر الرابطه اللي موجوده بين مكوناتها كانت رابطه ضعيفه. عنصر زي ايه مثلا؟ عناصر والله زي الصوديوم، املاح معينه. الرابطه اللي كانت موجوده بتربط بين عناصرها كانت رابطه ضعيفه. ادت الى ايه؟ ادت الى ان عند ذوبانها في الميه ادت الى تكسيرها الى شكل موجب او ايونات موجبه اسمها كاتيونات، او ايونات سالبه واسمها انيونات. مثال لكم مثلا يا شباب، لما تيجي تدوب ملح الطعام، ملح الطعام ان ايه؟ سي ال، هنحطه في ايه؟ هنحطه في شويه، والله نحطه على في شويه ميه. ايه اللي بيحصل يا شباب؟ قال لك والله الرابطه ما بين ان ايه والسي ال هي رابطه ضعيفه. اللي بيحصل ايه؟ فاللي بيحصل بمجرد ما العنصر ده داخل الميه، الميه نفسها تبدا تتكسر في الروابط اللي موجوده ما بين العنصر ده والعنصر ده، تبدا يتحول لايه؟ تبدا يتحول العنصر ان ايه يتحول لايونات موجبه في المحلول. ايونات موجبه دايبه في محلول، تصل الى ديسولفد بيذاب. والكلور يبدا يتحول لايونات سالبه او ايونات سالبه دايبه في المحلول. احب بس افكركم الايون الموجب ده او الكاتيون ده ايون فقد ذره الكترون مستوى الطاقه الخارجي عشان يوصل لحاله الاستقرار والتوازن. والكلور علشان الكلور سي ال علشان توصل لحاله التوازن اكتسبت الكترون بقى عليها الكترون فبقت بالسالب. الفلوس بتاعتها بقت بالسالب. ليه؟ لان لها فلوس من بره، ده بقت مديونه فبقت ايه؟ بقى عليها فلوس، عليها يعني سالب، بقى الكلور سالب. ده وده كان الالكترولايت. طيب ايه امثله الالكترولايت اللي ممكن تلاقيها في جسمك؟ قال لك والله انا ممكن الاقي الكترولايت، احنا خدنا حتى فكره عنها زمان في الحصص القديمه يعني. والله ممكن الاقي صوديوم، ممكن الاقي بوتاسيوم، كالسيوم اللي كان له دور في ايه؟ ده اللي كان له دور في كل حاجه في جسمك، ده اللي كان بيعمل انقباض وانبساط عضلات، ده اللي كان له دور في انتاج الطاقه. عشان كده كنا بنلاقيه فين؟ ده احنا كنا بنلاقيه في الميتوكوندريا. لو حد حضر حصه الهيستو اللي بعتناها كنا بنلاقيه في الميتوكوندريا. عنصر زي الكالسيوم ده ليه دور في انتاج الطاقه في جسمك، ليه دور في الانقباض والانبساط بتاع العضلات، ليه دور في عمل الاعصاب ذات نفسها، بيبدا يبعت امبلس للاعصاب، ليه دور في انقباض القلب. عنصر تاني زي المغنيسيوم، عنصر تاني زي الحديد. العنصر الحديد لو كان قليل في جسمك اللي بيحصل بيجي لك ده عنده انيميا. ليه ربنا خلق الالكترولايت في جسمك؟ لازم من وجودها. ليه ربنا خلقها لك في جسمك؟ قال لك والله دي وظيفه، اول حاجه لها وظيفه نيوترانت، وظيفه غذائيه. زي ما اتفقنا مع بعض عنصر الكالسيوم مثلا بيدخل في تركيب العظم. لو في يوم من الايام لقيت الكالسيوم عندك قليل هتروح للدكتور يقول لك ايه؟ يقول لك لا انت محتاج الكالسيوم عندك قليل، حصل لا قدر الله كسر ولا حاجه، هتروح للدكتور يقول لك ايه؟ يقول لك انت محتاج تاكل كالسيوم، محتاج تاكل زبادي، محتاج تاكل لبن. ليه؟ الكالسيوم ده قليل دلوقتي في جسمك، وهو ده عنصر له وظيفه نيوترانت، وظيفه غذائيه. عنصر ثاني زي الحديد.
لو رحت عند الدكتور لا قدر الله برضه قلت له يا دكتور انا حاسس اني بهتان ونفسي ضيق وضربات قلبي سريعه، يعمل لك ايه؟ يبدا يعمل لك CBC كومبليت بلاد كاونت، يبدا يشوف كل مكون في جسمك عامل ازاي، يعرف ايه؟ يعرف نسبه الحديد في جسمك قليله. ساعتها هيبدا يكتب لك قص حديد اللي هي فيروجلوبين تقريبا اللي موجوده في الصيدليات دلوقتي، فيروتون او فيروجلوبين، يوصف لك الادويه دي عشان ترفع لك نسبه الحديد شويه في جسمك. لها وظيفه غذائيه. عنصر ايه تاني موجود في جسمك؟ قال لك والله عنصر زي البوتاسيوم. عنصر البوتاسيوم طبعا عارفين ان هو خطر شويه بالنسبه للقلب، بس محتاجين له نسبه ضئيله. لو النسبه دي مش موجوده هيدور عنصر تاني زي المغنيسيوم، عنصر زي الزنك، العناصر دي كلها عناصر غذائيه بتدخل في تركيب انسجه الخلايا نفسها محتاجاها. ده بالنسبه للوظيفه بتاعتها. حد يعرف يقول وظيفه ثانيه ينظمها مع بعض تبعا للترانسبورت اللي درسناه؟ قال لك والله ده جزء كان نوع من انواع الترانسبورت اللي هو الباسيف ترانسبورت الريجوليتوري، كان بيعتمد على ايه؟ ده كان بيعتمد على تركيز الايونات بشكل عام، بيعتمد على تركيز الايونات، ان الايونات تنتقل من تركيز عالي لتركيز قليل، فله وظيفه ريجوليتوري، له وظيفه تنظيميه. مجرد الريجوليتوري والترانسبورت بس اللي لا هندرسه بعدين في البايو ان شاء الله، او هندرس الدرجات الجايه هندرس حاجه اسمها الاسيد بيس بالانس، توازن ما بين الحمضيه والقاعديه. ازاي يعني ايه ده؟ هتعرف ان جسمك المفروض ان هو البي اتش بتاع جسمك او بتاع الدم بشكل عام المفروض يبقى 7.4 ميل للقاعديه. هنعرف ان ما ينفعش يقل عن كده وما ينفعش يزيد عن كده. ايه اللي كان بيساعد على الحفاظ على البي اتش اللي موجود في جسمك ان هو يبقى 7.4 بالظبط؟ الانيونات او الكاتيونات اللي موجوده في جسمك، الالكترولايت نفسها كانت بتحافظ عليه. جميل. يبدا يدوك فكره عن تركيز كل ايون موجود في الجسم قد ايه، وده ان شاء الله يعني مش مطالب منكم قوي تحفظوا من الرقم كل واحد معمول ازاي، ولكن ممكن تاخد سريعه. غير اصلا بقى في المساله بيكون مدينكم الحساب بتاع كل حاجه عامله ازاي. طيب المهم ده يا شباب، المهم دلوقتي هنمسك هنفتح بس مع بعض كتاب الاسم دلوقتي. ده كتاب الاسم معايا اهوت على صفحه كام؟ على صفحه 33. المفروض ده انا معايا نسخه قديمه والله يا شباب. نبدا نشوف مع بعض الجدول اللي محطوط قدامنا ده، هو الجدول بتاع الايونات والكاتيونات الموجود في البلاد بلازما والانترستيشال فلويد والانتراسيلولار فلويد. نبدا بس يا شباب نلاحظ مع بعض الاختلافات ما بين سواء الكاتيونات او الانيونات ما بين اول جدول اللي هو البلاد بلازما وتركيز الانترستيشال فلويد وتركيز الانتراسيلولار فلويد، ما بين ايه؟ ما بين كل عنصر من ايون من الايونات ديت. نمسك لاول صفحه اللي هي صفحه الصوديوم الموجب. هنلاقي والله بالنسبه للاكسترا سيلولار فلويد في البدايه، الاكسترا سيلولار فلويد نقارن ما بين البلاد بلازما والانترستيشال فلويد. تركيز الصوديوم تقريبا 1 في الاثنين، احنا بنقارن بس ما بين الاكسترا سيلولار فلويد لسه. لا والله تركيز الصوديوم تقريبا لسه 1 في الناحيتين. طيب بس هو في ايه؟ بس بشكل عام هو الانترستيشال فلويد اقل سنه من البلاد بلازما. طيب ننتقل بقى جزئيه جديده ونشوف مثلا تركيز الكلور كام؟ تقريبا زيه بالظبط، ده نفس الكميه بالظبط، بس بشكل عام الانترستيشال هتلاقيه مزوق شويه لتحت. طيب البيكربونات اتش 2 او 3 سالب، البيكربونات نبدا نشوف التركيز يعني هنلاقي ايه؟ نفس الكيفيه، البلاد بلازما والانترستيشال فلويد قريبين تقريبا في تركيز البيكربونات، انما اللي انتم ملاحظينه بالظبط انا ملاحظ تركيز البيكربونات هتلاقيه برضه تحت في الانترستيشال تحت شويه، بوتاسيوم كالسيوم مغنيسيوم تقريبا نفس 140 في كله. ايه الاختلاف الوحيد يا شباب؟ والله الاختلاف الوحيد اللي انا شايفه هو تركيز البروتين. نركز بس مع بعض تركيز البروتين اللي موجود في البلاد بلازما واللي موجود في الانترستيشال فلويد، اللي موجود في بلازما الدم واللي موجود في الانترستيشال فلويد. هنلاقي ايه؟ هنلاقي ان بلازما الدم فيها تركيز كبير قوي بالبروتين، تكاد لا تقارن اصلا بالبروتين اللي موجود في الانترستيشال فلويد. ده البلاد بلازما فيه تركيز كبير قوي بالبروتين. نبدا نشوف مع بعض ايه السبب ايه السبب احنا اتفقنا ايه؟ اتفقنا الانترستيشال فلويد انترستيشال فلويد بروتين اقل، مش اقل جامد من ايه؟ من البلازما بروتين. ليه ده بيحصل يا شباب؟ فكركم برسمه درسناها قريب، احنا خدنا اللي هو بشكل مبسط اهوت الشريان الدموي هو موجود اهوت، يبدا يدينا تفرعات صغيره او خلينا دي عباره عن حاجه اسمها شعيرات دمويه. دي الشعيرات الدمويه. الشعيرات الدمويه ديت رايحه فين؟ هنلاقي ان الشعيرات الدمويه دي بتدخل ايه؟ تدخل بين كل خليه وخليه ثانيه. ناخد هي في خليه موجوده اهيت، وفي خليه ثانيه موجوده اهيت، وخليه ثالثه موجوده اهيت. اتفقنا. هل الشعيرات الدمويه دي تخش تغذي الخلايا على طول؟ وكمان شعيره دمويه موجوده هي داخله، وكمان ديت كمان داخله. اتفقنا. هل الشعيره بتخترق الغشاء بتاع الخلايا ذات نفسها ولا لا؟ ده مجرد بتخترق ايه؟ دي بتخترق الحدود اللي حواليها، بتخترق السحابه اللي حواليها او المحيط اللي حواليها. حواليها سحابه من ايه؟ دي حواليها سحابه من حاجه اسمها فلويد، من سوائل. اتفقنا. وده كان مكون من مكونات الميه اللي موجود لو حد فاكر. ده كان جواها عباره عن فلويد. انترستيشال فلويد. انترستيشال.
هي بتخترق مجرد السحابه اللي حوالين الالكترونات الخليه اللي موجوده، تبدا تغذاها بايه؟ تبدا تغذاها بالعناصر الموجوده، والله محتاجه صوديوم، محتاجه كالسيوم، محتاجه بوتاسيوم، محتاجه ميه بشكل عام لو محتاجه ميه. كل الحاجات دي بتيجي من ايه؟ بتيجي من هنا. مع ايه يا شباب؟ ان الارتيشن فلويد بروتين اصغر بكتير من البلازما بروتين، يعني الدم اللي ماشي هنا وهنا في ده هتلاقيه مليان بروتين مليان بروتين. هل انت شايف ان رسمت حطيت ان في بروتين هنا؟ لا، ما حطيتش بروتين هنا. ليه؟ لان النفاذيه بتاع الممبرين، لان الممبرين دهوت نفاذيته للبروتين قليله جدا. نفاذيه الانتراسيلولار ممبرين والممبرين ده برضه نفاذيته للبروتين نفسها قليله جدا. فاغلب البروتين بيتبقى فين؟ والله اغلب البروتين ما بيترشحش. اللي بيترشح ايه؟ والله ده ايون صغير ده يترشح سواء من الشعاع الدمويه يخش الانترستيشن فلويد او من الانترستيشن فلويد يخش الانتراسيلولار. اما جزء زي البروتين ده جزء كبير الحجم، غالبا اصلا الممبرين اللي موجود سواء السيلولار ده غير منفذ للبروتين، فاغلب البروتين بيتبقى فين؟ بيتبقى ورا، بيتبقى جوه هنا، بيتبقى جوه البلازما او الانترافاسكولار في الوعاء الدموي. وده بيؤدي لايه يا شباب؟ هيؤدي للرسمه اللي انت شفتها دلوقتي حالا، ان كميه البروتين اللي موجوده في السائل الانترستيشن في السائل بين الخلايا قليل جدا بالمقارنه ما بين البلازما بروتين. هنعرف مع بعض بعدين ايه تاثير الجزئيه ديت على مكونات الخليه، على تكوين الخليه. كان ببساطه يا شباب الجزئيه بتاعت الالكترولايت، قلنا في ببساطه ايه؟ والله قلنا امثله على الالكترولايت بشكل عام كان صوديوم وبوتاسيوم او يو اتش سي او 3، دي كلها عباره عن حاجه اسمها الكترولايت، حاجات زي بتدوب في المحلول، بعكس مواد ما بتدوبش في المحلول بتبقى مواد عضويه زي الجلوكوز، الرابطه ما بين عناصرها رابطه قويه جدا، فلما بتحطها في ميه ما بتدوبش، ما بيحصلهاش ديسولفد، وبالتالي ما بتتحولش لايونات سواء موجبه او سالبه. دي عناصر دي بنسميها عناصر نون الكترولايت. قلنا طبعا عايزين نبقى ناخد فكره عن تركيزات اللي بتاع كل ايون من الايونات دي سواء صوديوم بوتاسيوم بيكربونات، الحاجات دي كلها محتاجين نعرف هي تركيزها كام. وقلنا مع بعض الملاحظه اللي لاحظناها ان بالنسبه للاكسترا سيلولار فلويد الانترستيشال فلويد اقل من البلازما بروتين. وده كان بشكل عام يا شباب كنا برده كان ده جزء من الجزئيه اللي المفروض كنا ندرسها مع الووتر بالانس. الفلويد اللي كان بتعمل ايه؟ والله كان بيريجوليت ترانسبورت وبالتالي الحفاظ على البالانس بتاع الميه اللي موجوده فيها. طيب ايه اللي مطلوب مني دلوقتي يا شباب؟ والله المطلوب مني دلوقتي حاجه ما دام شرحنا الووتر بالانس نشرح مع بعض حاجات يحصل فيها حالات بيحصل فيها ووتر امبالانس. ووتر امبالانس. ايه هي الووتر امبالانس دي؟ والله الووتر امبالانس يعني مفيش توازن في الميه، يعني كميه الميه اللي موجوده غير الديفولت، غير ربنا خلقها تبدا تتحول لحاله مرضيه، يعني الميه اللي موجوده في جسمك حصل لها تغيير. طب التغيير ده بيبقى ايه؟ والله التغيير ده بيبقى يا اما تغيير بالزياده يا اما تغيير بالنقصان. طيب نبدا الاول بالتغيير بالنقصان. نقص الميه يعني ايه يا شباب؟ نقص يعني ايه؟ والله نقص ميه يعني هايدريشن ونقص يعني ايه؟ يعني خدنا منه حاجه يعني دي هايدريشن. ده بالنسبه لنقص الميه دي، يعني قلنا دي هايدريشن يعني خدنا منه ميه. عايزين طب زياده الحاله زياده الميه اسمها ايه؟ اسمها اوفر يعني زياده، هايدريشن هايدرو يعني ميه هايدريشن. طيب نبدا نحاول نحلل الجزئيه ديت ونخمن مع بعض ايه الاسباب اللي ممكن تؤدي الى الدي هايدريشن. ايه الاسباب بتاعتها؟ الكوزز. احنا قلنا الاول دي هايدريشن دي معناها ايه؟ التعريف الديفينيشن بتاعها ايه؟ والله الديفينيشن هو decrease الووتر. طيب نحاول نجيب مع بعض الاسباب بتاعتها. causes. ايه الاسباب اللي ممكن نحاول نستنتجها ادت ان الميه تخرج من جسمك؟ يعني جسمك كان فيه تقريبا 70% من وزنك من جسمك ميه، ايه اللي خلى الميه تقل؟ ممكن ان انا فقدت الميه ديت، فقدتها عبر ايه؟ والله فقدتها عبر مثلا اليورين ولا حاجه، او فقدتها عبر الفوميتنج، فقدتها من الاورال فوميتنج. ايه اللي بيحصل في الفوميتنج؟ والله اللي بيحصل في الفوميتنج ان يكون عندها سواء الغذاء وغيره تبدا ترجعه تاني. طيب هل الفرق بيطلع كده من نفسه؟ فعلا الغذاء الاكل ده ايه؟ الاكل ده اصلا كان ماده صلبه، يعني مع احتكاكه في القنوات اللي موجوده ممكن اصلا يأذيك، فكان لازم يبقى ايه؟ لما يحصل فوميتنج بيخرج معاه ميه او ضياريه. الحصه اللي فاتت ان الميه بشكل عام الفلو بشكل عام كان بيدخل في ايه؟ مع الجاسترو انتستينال سيستم او الدايجستيف سيستم. بيدخل ازاي؟ قال لك والله الفضلات اللي بتخرج من الجسم ديت ما ينفعش هي في حالتها العاديه اصلا هي في حاله صلبه، عشان تخرج
العضلات دي من بره جسمك كان لازم تبقى موجوده مع ميه فضياريه. الحالات اللي بيحصل لها ضياريه مكرره ده ممكن تؤدي انها تموت بسبب نقص الميه اللي موجوده. طيب حاله ثانيه والله قال لك والله حاله ثانيه ممكن تبقى الفيفر، حمى. طبعا احنا عارفين الفيفر ده بيجي بايه؟ الفيفر ده بيجي بنس وبيجي بسويتنج كتير. طبعا الحالات دي كلها بيتم فيها فقد فيها ميه. تالت حاجه يا شباب تبقى ايه؟ هيبقى دخلت بالدراج، اي دراج دخلته يؤدي الى فقدان الميه. ايه الدراج اللي بيؤدي الميه تقل في جسمك غير الديوريتك، غير مدرات البول؟ ديوريتك مدر بول. تمام. الديوريتكس دي ادويه معينه بياخدوها لو مريض قلب ولا حاجه، بياخدوها ليه؟ بتؤدي الى تفريغ السوائل اللي موجوده في الجسم كله، فبالتالي لو عندك ضغط ولا حاجه بتقلله، لو القلب بتاعك مثلا ما يستحملش، عندك ضعف في عضله القلب ولا حاجه، بتقلل الحمل على القلب انك تديله ديوريتك. طبعا لو خدتها عمال عضلات تؤدي ايه؟ لما بتخلي في توازن في السوائل تفضلك السوائل اللي في جسمك كلها تؤدي لا قدر الله الى الوفاه. طيب ده بالنسبه للديهايدريشن. نيجي لجزئيه ثانيه اللي هي اوفر هايدريشن. ايه اللي محتاجين ندوس على الاوفر هايدريشن؟ والله ببساطه يعني حاجه بشره خالص، التعريف بتاعها هو ايه؟ هو زياده الوتر، ده التعريف. طيب نيجي بقى لاهم حاجه اللي هي الكوزس. بنفس الكيفيه اللي عملناها مع الديهايدريشن نحاول نخمن مع بعض ايه ممكن اسباب تؤدي الى اوفر هايدريشن. نسمي الله بس يا شباب ونشوف مع بعض ايه ممكن اسباب. والله اوفر هايدريشن يعني خدت ميه زياده. طب ايه رايكم نبدا اسهل حاجه؟ خدت ميه زياده ايه؟ بتبقى بادويه انترافينوس فلويد. يعني اللي زود الميه في جسمك انك حققت السائل في جسمك، حققت ميه في جسمك، يؤدي الى زياده تركيز الميه في جسمك. طيب ده كانت حاجه مباشره يا شباب. حاجه ثانيه موجوده يا شباب بتؤدي الى زياده الميه في جسمك. قال لك والله ممكن برضو يبقى سبب ثاني بيزود لك الميه في جسمك اللي هو المنظم بتاع الميه اللي في جسمك غير الكليه اللي كانت بتخرج الميه الزياده في يورين. طب فممكن يبقى في ايه؟ الكليه موجوده اهي، الكليه هي يا شباب موجوده اهيت. ايه اللي هيحصل في الحاله ديت؟ المفروض ان كميه معينه يوميا الوريد اللي داخل الكليه اهوت بيدخلها للكليه والكليه دي بتصفي الميه اللي موجوده عبر هنعرف بعدين الجلوميرولار اللي فيها وتبدا تخرجها في السيروت يورين. طب ايه اللي هيحصل لو الكليه ديت ما اشتغلتش؟ حصل فشل كده ولا قدر الله حصل رينال فيلر لا قدر الله. ايه اللي هيحصل؟ والله كميه الميه اللي كانت زياده عن حاجه الجسم بتاعتك اللي كانت بتخش الكليه عبر الوريد وتبدا الكليه تصفيها، الكميه دي قلت بشكل كبير، فبالتالي الميه اللي هتخرج من الجسم تبقى قليله، فبالتالي جسمك عليه مخزن ميه كتير. في سبب تاني موجود يا شباب قال لك والله مش رينال بس لو فشل، ده الهارت كمان لو حصل له فشل، الهارت فيلير، لو الهارت كمان حصل له فشل هيؤدي لايه؟ ده هيؤدي ان السوائل في جسمك تبقى زياده. حاله ارتفاع السوائل في جسمك اسمها ايه؟ والله ارتفاع السوائل في جسمك اسمها إديمة. إديمة يعني ايه؟ يعني زياده كميه الوتر في الجسم، يعني زياده الوتر. إديمة. الإديمة دي كانت ممكن تكون فين؟ والله الإديمة دي ممكن تبقى جوه السائل الانترستيشن فلويد دهوت او ممكن تبقى موجوده في الأوعية. توكل على الله ونبدأ في جزئية جديدة. طبعا كده خلصنا أول جزئية من الحصة وجاوبنا على السؤال إيه هي الإلكترونات اللي موجودة في الجسم وخدنا أمثلة عليها. طيب نبدأ نخش على السؤال اللي بيربط بين كل خلية وخلية ثانية. مش هنجاوب بشكل مباشر، ده احنا عايزين نشوف الأول إجابتك للسؤال لازم تفهم إزاي إن جسمك كله بيشتغل مع إن في تريليونات الخلايا، ده كل خلية موجودة في جسمك ترتبط مع الثانية بروابط بتخلي إن الجسم كله شغال كواحدة واحدة. أنا عمري ما شفت مثلا إن كل خلية شغالة بمزاجها، الجسم طول عمره شغال كواحدة واحدة. جميل. انت المفروض تجاوب لي ازاي الروابط دي بتمنع دخول اي ميكروب او مولكيول كبير في الحجم الجسم مش محتاجه بتوقف مروره، وازاي بتعمل رابطه ميكانيكيه، ازاي بتربط كل خليه بخليه ثانيه بحيث لو في اي ستريس او اي ضغط موجود في المكان الخلايا ما تتنثرش مثلا او الرابطه ما تتفكش بكل خليه وخليه ثانيه. المفروض برضه انت تشرح لي الجزئيه دي، جاوب على سؤال برضه ازاي في على الرغم من الروابط القويه ديت في لسه مرور مواد ما بين كل خليه وخليه ثانيه على الرغم من الرابطه القويه ديت. علشان نجاوب على الاسئله دي ان شاء الله محتاجين نبدا ونركز مع بعض في الرسمه ديت. والله انا شايف خليه واحده اهيت وشايف خليه اثنين. انا شايف الحاجات دي بتربط الخليه واحد بخليه اثنين. انا شايف كام شكل موجود في الرسم؟ والله انا شايف الشكل ده وشايف ده وده. نقول ده مثلا واحد وشايف ده برضه اثنين وده 3 4
5. دي الاشكال الغريبه اللي شايفها في الرسمه قدامي. ان شاء الله مع نهايه الحصه دي هنعرف كل شكل من الاشكال ده عباره عن ايه، ونكون عرفنا الوظيفه اللي بيقدر يعملها لنا كربط بين كل خليه وخليه ثانيه. طيب نبدا في اول حاجه عشان نشوف ايه رقم 1 ده. العلماء شافوا رقم 1 ده وسموه ايه؟ سموه تايت جانكشن. وسموه ايه؟ سموه تايت جانكشن. وده رقم 1 اهو التايت. على حد سواء عارف تايت يعني ايه؟ تايت يعني ضيق، او تايت يعني محدود او ضيق. ليه العلماء اختاروا الاسم ده؟ الرابطه ديت اختاروا تايت او جانكشن. قال لك والله لما يشوفوا الوظيفه بتاعتها لقوا ايه؟ لقوا ان خلقها ضيق شويه. ازاي؟ دي بتمنع، لقوا ان وظيفتها انها بتمنع مرور الموليكيول كبيره الحجم. لو في موليكيول كبير الحجم ولا حاجه عايز يعدي، غالبا بتمنع مروره. ميكروب ولا عايز يعدي مثلا بالخلايا الجلد ذات نفسها، والله ده بيمنع مروره. دي بالنسبه للتايت جانكشن. واظن واضح من اسمها تايت، حاجه تحس انها مخنوقه كده في نفسها. مفهوم؟ دي بتمنع مرور. شايف برضو حاجه زي رقم 4 مثلا. ايه رقم 4 ديت؟ قال لك والله رقم 4 دي اسمها الجاب جانكشن. ليه العلماء اختاروا اسم جاب؟ جاب يعني بالمناسبه يعني ثغره، او جاب يعني متنفس او ثغره. ليه العلماء اختاروا اسم جاب؟ قال لك والله لان العلماء لما ابتدوا يشوفوا الوظيفه بتاعت الجاب جانكشن دي لقوا ايه؟ لقوا الجاب جانكشن ديت هو الجزء المسؤول عن مرور الالكترونات اللي موجوده في الخليه، عن مرور اي ماده بين كل خليه وخليه ثانيه. عبر ايه؟ عبر الجاب جانكشن. لو الخليه دي مثلا محتاجه صوديوم، لو الخلايا ديت الخليتين دول موجودين فين؟ موجودين في عضو زي القلب. عضو القلب محتاج عشان يقوم بوظيفته محتاج ايه؟ والله ده محتاج يبقى فيه، انت عارفين القلب ذات نفسه عضله بتنبض الوحيد. لو شلته مثلا شلته كل الاوعيه الدمويه اللي مرتبطه بيها هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان القلب عضله مستقله بتبدا تنبض بناء على نفسها، مش محتاجه يجي لها اي امداد ولا محتاجه يجي لها اي كهرباء. ده العضو ده بينشئ الكهرباء ذات نفسه. افرض الخليتين دول موجودين في القلب، بينشئ كهرباء زي القلب، ده بينشئ كهرباء عبر مرور الكترونات في موصل، ده بتعمل كهرباء. ففي عضو مثلا زي القلب لو كنا محتاجين نكون تيار كهربي، كنا محتاجين ان يبقى فيه نوع من انواع الجانكشن اللي هي الجاب جانكشن دي تبدا تقول لك ايه؟ عنصر زي الصوديوم، عنصر زي البوتاسيوم، لو محتاجين ننقله من خليه لخليه ثانيه في نفس العضو، ده بيتم عبر الجاب جانكشن. بيتم عبر الجانكشن او الرابطه اللي بتديك متنفس، اللي بتديك ثغره اللي هي ثغره يعني جاب. طيب ده بالنسبه للجاب جانكشن. احنا كده عملنا ايه؟ والله احنا كده وقفنا مرور المواد الكبيره، او وقفنا مرور المواد اللي مش عايزينها، ودخلنا المواد اللي عايزينها بالجاب جانكشن. حاجه ثانيه قال لك والله في حاجه ثانيه موجوده. انا مثلا شايف في الرسمه ديت، شايف رقم 2 دي ما قلتليش عليها ايه؟ مفهوم؟ ورقم 3 برضه انت ما قلتليش عليها ايه؟ طيب شافوا الجزئيه ديت وشافوا الوظيفه بتاعتها، حبوا ان هم يسموا رقم 2 ديت، حبوا يسموها ايه؟ حبوا يسموها الادرانت، الرابطه. ادرانت يعني رابطه، او يعني مربوط. ايه اللي العلماء شافوه خلوهم يختاروا لفظ ادرانت للرابطه ديت؟ ان الرابطه ديت ما بتعملش دور كبير قوي في مرور الالكترونات والكترونات ولا منع ولا مرور الالكترونات. امال بتعمل ايه؟ قال لك والله دي كل وظيفه الادرانت جانكشن ديت انها بتحافظ على الرابطه الميكانيكيه. لو في اي ضغط مثلا، لو في اي عضو مثلا زي الجلد بيتعرض لايه؟ ده الجلد ده بيتعرض طول اليوم والليل نهار، بيتعرض لضغوط كثيره ميكانيكيه، ممكن تنجرح ولا حاجه، ماسك سكينه تجرح الجلد بتاعك. فعشان كده كنا محتاجين ان كل خليه تبقى مربوطه مع بعض برابطه قويه. الادرانت جانكشن ديت لما ابتدوا يشوفوها لقوا ان دي الجزء المسؤول عن الرابطه الميكانيكيه، ان هو بيديك رابطه ميكانيكيه قويه بين كل خليه وخليه ثانيه. ده سموه ادرانت جانكشن. طيب حاجه زي رقم 3 ما قلتليش اسمها ايه؟ قال لك والله رقم 3 اسمها ديزمو زو. طب ورقم 5 قال لك هسموها ديزمو زو. طيب طب وايه برضه الوظائف دي بتاعت الديزموزوم والهيموديزموزوم؟ قال لك والله نفس اللي شافوه في الادرانت جانكشن. نفس اللي شافوه في الادرانت جانكشن. اغلب دورها انك تسمح لك بتثبيت الرابطه بين كل خليه وخليه ثانيه، او بتثبيت الخليه مع ايه؟ بتثبيت الخليه مع المحيط بها، تثبيت الخليه بالجزء المحيط بها. بالتالي بتمنع تحت اي ضغط ولا اي حاجه تعرضت للخلايا او العضو، بتمنع ان الخلايا تنفصل عن بعض. دي كانت الروابط اللي موجوده. طيب ده كانت بالنسبه للشرح على الرسمه. نبدا بشكل منظم شويه، نحاول نشوف ايه انواع الروابط اللي موجوده في جسمك. ننقل نفس الكلام ده بس بشكل منظم شويه. في حاجه اسمها ده خليها انقور.
اسمها نوع من انواع الروابط اسمه التايت جانكشن، اللي كنا شفنا كان رقم تقريبا 1. التايت جانكشن كان رقم 1. محتاجين نعرف عن التايت جانكشن. محتاج اعرف عن التايت جانكشن ايه انواع الاعضاء اللي موجود فيها، انهي عضو موجود في انهي عضو. طبعا احنا عارفين ان اعضاء تختلف عن بعضها في الوظيفه، المعده غير الانتستين غير القلب، وكل عضو بيتكون من خلايا، فبالتالي كان كل خليه من الخلايا ديت لازم يبقى الروابط اللي موجوده فيها مختلفه، يبقى في اختلاف، لان في اختلاف في وظيفه العضو الكبير ذات نفسه. وما ننساش ان الروابط دي اصلا بنفسها كانت ايه؟ الروابط دي كلها ما هي الا تحورات حصلت في السيل ممبرين، الخليه موجوده كده في السيل ممبرين اللي كان بيحيطها، ده اللي كان بيديها حمايه، ده اللي كان مسؤول عن الرابطه بينها والانكورنج او الرابطه بينها وبين خليه ثانيه. كل الروابط دي بقى حصلت ايه؟ حصلت كتحورات للسيل ممبرين اللي موجود. طيب انا محتاج اشوف التايت جانكشن ديت في انهي عضو؟ محتاج اشوف ايه تاني؟ والله انا محتاج برضه غير عن التايت جانكشن ديت اشوف ايه تاني؟ اشوف الوظيفه بتاعتها اللي ربنا حطها موجوده، الوظيفه. طيب وهنعرف كل نوع من الروابط دي عباره عن حاجه اسمها ايه؟ ده عباره عن حاجه اسمها بروتينات. كل نوع من الروابط دي ما هو الا مجموعه بروتينات متعدده. محتاجين نشوف لي اسم البروتين اللي موجود، انهي بروتين؟ نوع البروتين اللي موجود هتقول لي النوع بتاعه كان ايه؟ ماشي. ده بالنسبه لحاجه التايت جانكشن. ونبدا بقى نشوف كل نوع من الروابط دي ندرس عنها 3 حاجات. التايت جانكشن الروابط اللي موجوده في الخلايا ديت، الخلايا ديت كانت موجوده في انهي عضو؟ تبعا لايه؟ تبعا للوظيفه بتاعتها وتبعا لوظيفه العضو الكبير. طيب احنا اتفقنا ان كل انواع الروابط ديت ما هي الا ايه؟ مالتي بروتين، بروتينات متعدده الاشكال. محتاج تقول لي نوع البروتين ده كان نوع بروتين ايه اصلا؟ طيب ده بالنسبه لحاجه زي التايت جانكشن، وان شاء الله نشوف الموضوع ده بالنسبه للانكورنج جانكشن والجاب جانكشن. هنمشي ازاي في الشرح يا شباب ان شاء الله؟ المفروض زي ما اتفقنا نشوف العضو اللي كان موجود ايه ونشوف البروتين. احنا هنمشي ازاي؟ انا هشرح لكم الوظيفه بتاعت التايت جانكشن، الوظيفه بتاعت كل حاجه من الحاجات ديت، ونبدا نخمن مع بعض ايه العضو اللي كان مناسب للوظيفه ديت وانهي بروتين مناسب للوظيفه ديت. حاجه زي التايت جانكشن شباب، فانها دي تايت يعني ضيقه، دي خلقها ضيق. خلقها ضيق على ازاي؟ وهنشوف دلوقتي. دي خلقها ضيق، دي لما كان اي عنصر يعدي عليها تقول له لا انت كل كبير في الحجم انا مش هدخلك. دي كانت ايه؟ دي كانت التايت جانكشن. بتستخدم في ايه؟ قال لك والله بما انها جانكشن عاديه فانا ممكن اقول انها بتربط بين كل خليه والخليه ثانيه، انها موجوده تربط عادي، ربط خلايا. ده ولانها من اسمها انها جانكشن عاديه تربط بين كل خليه وخليه ثانيه. انا عايز بقى وظيفه متخصصه شويه بالتايت جانكشن دي اللي كانت بتمنع المرور. فانا ممكن اقول انها بتستخدم في سيلكتيف برميابيليتي، نفاذيه اختياريه. سيلكتيف برميابيليتي دي اللي كانت بتبدا تشوف هتعدي مين او مش هتعدي مين، تبعا لايه؟ تبعا لاحتياجات الخليه. وغالبا التايت جانكشن اصلا بتمنع مرور المولكيولز دي اصلا. تعمل ايه؟ كسلكتيف برميابيليتي، نفاذيه اختياريه. دي اللي كانت بتكسب السيل ممبرين اللي هو وظيفه النفاذيه الاختياريه. حاجه ثانيه بتستخدم فيها؟ قال لك والله بيستخدم في حاجه ثانيه، ده اللي بيحافظ على السيل بولاريتي، ده اللي بيحافظ على القطبيه. طب فاهم هتيجي ازاي؟ قطبيه الخلايا ناشئه عن مرور الالكترونات، اي قطبيه او كهربيه بيستخدم بسبب مرور الالكترونات. انت عندك تايت جانكشن، انا عندي حاجه اصلا ما بتعديش حاجه، فهيبقى في الكترونات ازاي رايحه وجايه في المحلول او في الموصل. فالتايت جانكشن الوظيفه الثالثه للتايت جانكشن فانها بتحافظ على السيل بولاريتي. اتفقنا بتحافظ على السيل بولاريتي ازاي؟ انها بتمنع مرور الالكترونات، انها كانت بتسد الطريق او قدام مرور الالكترونات، فبالتالي ما كانش في اي شحنه كهربيه موجوده. جميل. طيب دي كانت وظيفه ثانيه السيل بولاريتي. حاجه ثانيه بتعملها؟ قال لك والله دي بتعمل ليها حاجه اسمها، هتلاقي كتاب كاتبوه في الكتاب، دي بتساعد في حاجه اسمها مينتين، بتحافظ برضه مينتين بلاد برين بارير. وده ان شاء الله يا شباب هندرسه بشكل مفصل ان شاء الله على مدار الفيديوهات الجايه ان شاء الله. المطلوب منكم تعرفوه دلوقتي ايه يا شباب؟ المطلوب منكم تعرفوه انها بكل وظيفتها ايه؟ انها مينتين السيل بولاريتي، مينتين سيل بولاريتي، بتحافظ على السيل بولاريتي. ليه؟ لانها بتحافظ على الجدار المقفول اهوت. مقفول ازاي؟ مقفول بتمنع مرور الخلايا، فبتحافظ على السيل بولاريتي وبتمنع مرور، فبتحافظ على البلاد برين بارير. جميل. بتحافظ على البلاد برين بارير. طيب السؤال دلوقتي محتاجين نشوف من تبع الوظيفه ديت انهي العضو اللي ممكن اللي نديله اللي موجود في تايت جانكشن. قال لك والله التايت جانكشن ديت ده حاجه محتاجين نمنع مرور الحاجات. يبقى محتاجه حاجه بدون سيل بولاريتي، ما فيهاش اي كهربيه، يعني مش القلب مثلا ما فيهاش اي كهربيه، وفي نفس الوقت يكون في سيلكتيف برميابيليتي، نفاذيه اختياريه. ايه العضو اللي محتاجين فيه نفاذيه اختياريه؟ يبقى الفلتر، حاجات الفلتر
الرينال. انهي عضو اللي موجود؟ الرينال. ليه؟ والله لان الوظيفه بتاعتها سيلكتيف فيرميابيلتي، نفاذيه اختياريه. احنا في الرينال بنعمل فيها ايه؟ والله احنا في الرينال بنبدا نشوف انهي عنصر نرميه او انهي عنصر نسيبه. الرينال مثلا زي ما احنا عارفين كان في هرمونات بتساعد في ايه؟ بتعادل امتصاص الصوديوم وبتؤدي الى خروج البوتاسيوم. ده كله كان بيحصل في ايه؟ كان بيحصل في الرينال. ايه نوع الجنكشن اللي كان موجود؟ والله كان موجود نوع تاي جنكشن، ده اللي كان بيعمل لي سيلكتيف فيرميابيلتي. ايه تاني الروابط اللي موجوده فين الروابط ديت؟ قال لك والله موجوده في الانتستين. اشمعنى الانتستين؟ نفس السؤال تاني نعيده، اشمعنى الانتستين الموجود؟ قال لك والله لان الانتستين بيحصل في عمليه الانتستين الامعاء، الطعام اللي جاي من المعده بيحصل في ايه؟ بيحصل له في امتصاص. نبدا نمتص من الطعام ده العناصر اللي احنا محتاجينها، وعشان نوديها في الدم يبقى محتاجين ايه؟ محتاجين سيلكتيف فيرميابيلتي. فتبعنا وظيفه التاي جنكشن، عرف ان الاعضاء اللي مطالب منها انها تبقى رينال والانتستين، وفي نفس الوقت الرينال والانتستين ما بيتعاملوش مع بولاريتي، ما بيتعاملوش مع كهربيه. لو عضو زي القلب مثلا اقول لك ده محتاج كهربيه، ده العضو ده اصلا هو العضو اصلا ده زي العضو ده زي مولد كهرباء بذات نفسه. القلب لوحده كده لو جبته في مكان لوحده هنعرف ان هو بيولد كهرباء منه لنفسه. ده بالنسبه للاعضاء. نوع البروتين بقى يا شباب اللي موجود، لما جم يشوفوا نوع البروتين اللي موجود في التاي جنكشن لقوا نوع بروتين ايه؟ كيلودين. دين، ده اسم نوع البروتين موجود. وخد بالك من نوع البروتين ده سموا التاي جنكشن، هتعرفوا ان اسمها اصلا الثاني كان اسمها اوكيلوتنج جنكشن. طيب ده بالنسبه لحاجه زي التاي جنكشن، عرفنا عنها الوظيفه بتاعتها، وعرفنا عنها ومن تبع الوظيفه بتاعتها انها اعضاء محتاجه تعمل الوظيفه ديت. والاوكيلوتين البروتين اللي على اسمه تسمي التاي جنكشن ديت. ننتقل لحاجه ثانيه اللي هي عكسها. انت داخل دلوقتي حالا كنت جايب لي نوع الجنكشن اللي خلقها ضيق، التاي جنكشن الضيقه، هات لي بقى اللي بتدينا براح شويه، الجاب جنكشن اللي بتدينا ثغره او بتدينا براح شويه. محتاجين نعرف ايه عن الجاب جنكشن؟ والله انا محتاج اعرف نوع البروتين اللي موجود فيها، البروتين. محتاج اعرف ايه تاني؟ والله انا محتاج تقول لي برضه نفس الكلام ده بالظبط، الوظيفه. ايه تاني؟ محتاج تقول لي برضه العضو، انهي عضو موجود فيه الحاجات دي. زي ما اتفقنا ان عملنا المره اللي فاتت نجيب الوظيفه ومن ساعتها نبدا نحلل مع بعض انهي عضو محتاجها. احنا قلنا من شويه كنا قايلين وظيفه الجاب جنكشن ايه؟ دي بتدينا براح، دي اللي بتساعد في ايه؟ دي اللي بتسمح بمرور الكترونات، تسمح بمرور الكترونات او سواء الكترونات اللي او ايونات، تسمح بمرور الكترونات او ايونات. هي جميل. بتساعدنا في ايه الجاب جنكشن ديت؟ تسمح بمرور الكترونات او ايونات. بتساعدنا في ايه؟ والله بتساعدنا في الترانسبورت عادي. لو الخليه سيل واحد اهوت وسيل اثنين دول، لو اتفقنا على ايه؟ اتفقنا تعمل رابطه قويه وكل حاجه، تمنع مرور اي جسم غريب، ميكروبات، تمنع ان في اي حاجه تتخلل الخلايا سواء ميه او غيرها. لما تيجي تحط ميه على ايدك مثلا، الميه دي ما بتتخللش الخلايا. وبس في نفس الوقت الخلايا لو احتاجت حاجه، لو احتاجت صوديوم او بوتاسيوم، لو احتاجت كان المفروض ايه اللي يحصل؟ المفروض ان الخلايا الثانيه كانت توفره لها، مفهوم؟ فبالتالي الوظيفه الثانيه كانت ايه؟ عشان كده ربنا عمل لها الجاب جنكشن، عمل لها حاجه تديها متنفس شويه، تقدر من خلاله تنقل الالكترونات او الايونات من مكان لمكان ثاني. طيب انتقال الايونات والالكترونات بيعمل لي ايه؟ بيعمل لي طاقه كهربيه. ايونات الصوديوم، والصوديوم ده صوديوم فقد الكترون، الالكترون هيروح فين؟ ما هو الفقد هيختفي. لا، الالكترون الفقد هيروح للمحلول، الالكترون اهو سالب. او مثلا كلورا هو اللي اكتسب الكترون، اكتسبه منين؟ ما هو جايبه من المحلول، مفهوم؟ مرور الالكترونات او ايونات يؤدي الى وجود كهرباء، الكتريستي، كهرباء. دي اللي وظيفه دي جاب جنكشن اللي بتسمح بمرور وجود كهرباء موجوده جوه جسمك. الكهرباء هندرسها في مديول الكارديو، اسمها ايه؟ اسمها اكشن بوتنشال. دي الكهرباء بتاعت القلب يا شباب. الكهرباء بتاعت القلب ديت العمليه اللي القلب من خلالها بيقدر عضو مولد الكهرباء يقدر يقوم بالوظيفه بتاعته. الاعضاء اللي ممكن نلاقي جواها جاب جنكشن هتبقى ايه؟ قال لك والله المفروض العضو اللي محتاجين نعمل له جاب جنكشن يبقى محتاجين يبقى فيه متنفس لحركه الالكترونات لاننا محتاجينها، او متنفس لحركه ايونات بيكون كهرباء. ايه اللي بيكون كهرباء ومحتاج اكشن بوتنشال؟ ده الهارت اللي من خلال الجاب جنكشن اللي فيه بقى عضو بيوصل كهرباء. طيب حاجه ثانيه موجوده قال لك برضه
احنا عرفنا ان التايت جانكشن موجوده في الانتستين بنفس الكيفيه، الانتستين فيها جاب جانكشن. طب ليه الكلام ده؟ طب ما كان فيها تايت جانكشن، قال لك والله عشان تعمل توازن. ما هو الانتستين ده كان مسؤول عن موضوع الامتصاص، فبتمتص الغذاء المهضوم من المعده، فاحنا فاهم حاجه عشان نوصل للتوازن كان ايه اللي يحصل؟ والله في مواد مش هنعديها بالتايت جانكشن دي تضيق عليه، والله وفي مواد ثانيه بالجاب جانكشن تبقى في ثغره موجوده من خلالها تقدر تعدي المواد اللي محتاجاها. جميل. فعشان كده كانوا لقوا ايه؟ لا والله جاب جانكشن في الانتستين، يعني الكلام كله منطقي والكلام كله ما بيناقضش نفسه. طيب نوع البروتين اللي موجود ايه؟ هي الجاب جانكشن دي مش كانت بتعمل كونكت، يعني مش دي الجزئيه اللي كانت بتبدا تربط، اللي كانت موجوده بقى ما كانتش مرتبطه بالخليه بالغشاء من بره بشكل عام كل بس، ده كانت المرتبطه ابتدت تخش جوه السيتوبلازم ذات نفسه، ابتدت تربط السيتوبلازم دي بالسيتوبلازم دي. ليه؟ لان الخلايا ذات نفسها ذكيه، البلازما اللي هنا يبدا يقول له انا محتاج حاجه ده يوفره له، فعرفنا بعدين ان ايه؟ فعرفنا ان الجاب جانكشن ديت لما هو الجاب جانكشن ديت كان فيها ايه؟ كانت مربوطه بين السيتوبلازم ده والسيتوبلازم ده. عرفنا انها كانت موجوده في الانتستين عشان تسمح ببعض المراحل الايونات او الالكترونات تبدا تعدي من خلالها. تمام. طب ايه نوع البروتين اللي موجود؟ انا مش وظيفتي مش دي كانت بتعمل كونكت، مش دي كونكت ديت وديت بعكس الطريقه اللي كانت بتمنع مرور، يبقى البروتين هيبقى اسمه ايه؟ قال والله البروتين اللي موجود هنا اسمه كونكسين. الجاب جانكشن افتكروها اللي كانت بتعمل فراغ او براح تعدي من خلاله اسمه كونكسين. طب التايت جانكشن اللي بتضيق على الناس قال لك لا ده اوكيلودين وبتضيق بتمنع مرور الحاجات دي كلها، من خلالها هتمنع مرور الايونات والالكترونات، تحافظ على السيل بولاريتي، بتحافظ على القطبيه. بتحافظ على القطبيه ازاي؟ ان ما يبقاش في الالكترونات تزيد مثلا مرورها فيزود القطبيه او يقل مرورها في الآلة القطبيه، لا ده ثابته. بتنتقل ايه؟ من تاني بلاد برين بارير واتفقنا نعرفه بعدين، وتعمل ربط الخلايا. وده كان بيوصلها الشباب اللي سواء التايت جانكشن او الجاب جانكشن، انا شرحتهم مع بعض ليه؟ تفهم الاشياء بالاضداد. ده تقريبا عكس ده. طيب نخش على ايه؟ على الانكورنج جانكشن. انكور يعني ايه؟ درسناها في السيل ممبرين. انكور يعني عصب او هيكل او نواه. الانكور ده اللي كان بيعمل ايه؟ ده اللي كان بيعمل هيكليه في الخلايا، كل خليه وخليه ثانيه الرابطه بينهم بتبقى رابطه هيكليه قويه عشان لو في اي ضغط ميكانيكي. الانكورنج جانكشن دي تقسمها لايه؟ والله الانكورنج جانكشن دي قال لك مش نوع واحد بس، قال لك النوع الجانكشن اللي كانت بتعمل رابطه ما بين كل خليه وخليه ثانيه ده مش نوع واحد، ده في 3 انواع روابط بتعمل هيكليه للجسم، هيكليه للانسجه عن طريق ربط كل خليه بخليه ثانيه. هي ايه؟ قال لك والله الانكور نعرف انها ادهيجن اديرانت جانكشن. حاجه ثانيه موجوده بتعمل انكور قال لك والله ديزموسوم. حاجه ثانيه موجوده قال لك والله برضو في حاجه اسمها ديزموزوم. عايز تفهمني ايه؟ انا كده بس وصفت لك ان في حاجات بتعمل هيكليه، بتعمل كهيكل او كنواه من خلاله تثبت او كخرسانات حديد تحاول تثبت ايه؟ تثبت كل الرابطه بين كل خليه وخليه ثانيه، تعمل رابطه ميكانيكيه قويه. طيب ده بالنسبه للانكورنج، هل لها اي علاقه بمرور ايونات او الكترونات؟ دي بريح دماغها والله خالص. وفي حاجه ثانيه بتمنع، كانت تايت جانكشن بتضيق على الناس، بتمنع مرور ايونات او الكترونات عشان ايه؟ عشان تحافظ على القطبيه، عشان تحافظ على البلاد برين بارير، علشان تحافظ على المحتوى ذات نفسه ما فيش اي ميكروب او جسم غريب يخش فيها. طيب وفي حاجه ثانيه بقى بتبقى اسمها ايه؟ جاب جانكشن. ليه؟ انت فاهم السيل ممبرين بيريجوليت الترانسبورت، فالجاب جانكشن كانت بتعمل وظيفه ايه؟ دي اللي كانت بتدي براح وتسمح بمرور الايونات عبر الخليه. ونكمل كلامنا يا شباب. احنا كده درسنا التايت جانكشن والتايت والجاب جانكشن. نبدا ناخد فكره تفصيليه سنه عن الانكورنج جانكشن، نشوف الانكورنج جانكشن بتتكون من ايه. قال لك والله الجانكشن اللي موجوده بين الخلايا تعمل روابط دعاميه ميكانيكيه كانت ايه؟ كانت والله الادرانت جانكشن من اسمها الادرانت جانكشن، وكان حاجه ثانيه اسمها الديزموزوم، وحاجه ثانيه اسمها الهيموديزموزوم. اظن احنا شفناها في الرسمه. المطلوب مننا دلوقتي ايه؟ المطلوب مننا دلوقتي ان احنا ناخد عنها فكره بالتفصيل. طيب محتاجين زي ما عملنا المره اللي فاتت يا شباب نشوف نوع البروتين اللي بيكون دي. احنا اتفقنا ان كل الروابط دي عباره عن بروتينات، محتاجين نشوف نوع البروتين اللي بيكونها وانهي عضو موجود فيها والوظيفه بتاعتها، ايه الوظيفه اللي هي بتعملها. طيب حاجه زي الانكورنج جانكشن، ايه الوظيفه بتاعت الانكورنج جانكشن؟ الانكورنج جانكشن حاجه زي الادرانت جانكشن، كل دول هيبقوا ايه؟ الفانكشن بتاع ديت والفانكشن بتاع ديت. الوظيفه بتاعت كل دول من تحت الانكورنج جانكشن، الوظيفه بتاعتهم هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى عباره عن حاجه اسمها ادهيجن فور ايه؟ فور سبورت نوع ايه؟ فور ميكانيكال سبورت،
دي برضه هتبقى ايه الفانكشن بتاعت الثلاثه دول، هتبقوا ادهيجن وميكانيكال سبورت، وكذلك برضه ادهيجن وميكانيكال سبورت. التلاته عايز تقول ان التلاته نفس الوظيفه يعني؟ فعلا التلاته نفس الوظيفه، لان التلاته دول تحت خانه الايه؟ تحت الانكورنج، تحت الهيكليه، تحت الروابط الهيكليه اللي بتكون هيكل ما بين خلوي، بين كل خليه والخليه الثانيه هيكل واحد. طيب نيجي لجزئيه زي جزئيه الاورجانز موجوده، الجزئيه مثلا الاورجان ديت اورجانز. ايه الاورجان اللي ممكن تلاقي فيها الادرينال جانكشن؟ قال لك ببساطه خالص دي كلها هتلاقيها موجوده فين؟ في الخلايا الطلائيه. ليه خلايا طلائيه؟ خلايا طلائيه زي ايه؟ زي الجلد، ليه رابطه ميكانيكيه لخلايا الجلد. ليش اشمعنى الجلد؟ والله ببساطه لان الجلد ده حاجه سطحيه اللي في جسمك، ده بيتعرض لاي جسم غريب، اي حاجه ممكن تعمل تروما ولا حاجه سكينه بتتخبط فيه، فالجلد بشكل عام هو الوحيد اللي كان محتاج الانكورنج جانكشن. جميل؟ فهتلاقي في الاورجان اللي موجوده فيها قال لك والله هتلاقي في السكين والابيثيليال والسيل بشكل عام موجود في الابيثيليال، وهو كذلك برضه هنلاقي فين الاورجان اللي موجوده في الديزموزوم. قال لك برضه هتلاقي برضه في السكين والابيثيليال تيشو. الابيثيليال تيشو يعني النسيج الطلائي اللي بيحب الجسم، محتاجين في النسيج الطلائي ده بيطلق الجسم كله، بيطلق الجسم زي البطانيه كده، اكنه مفرش او بطانيه. المفرش او البطانيه محتاجين ايه؟ محتاجين ان كل خليه موجوده فيه، كل ذره موجوده فيه تبقى مربوطه بالخليه الثانيه. وبرضه وكذلك برضه الاورجان الموجوده هنا اورجان هتلاقي برضه في السكين والابيثيليال تيشو. انت عايز تقول ايه يعني؟ عايز تقول ان الثلاثه زي بعض في الفانكشن، وعايز تقول الثلاثه زي بعض في الاورجان. هقول لك بالظبط. هتلاقي بس في الادرينال جانكشن مزود لك عضو زي ايه؟ عضو زي القلب، هارت. ليه هتلاقي في عضو زي الهارت هتلاقي ادرينال جانكشن كتير؟ ده سؤال المفروض يتسال. انت فاهم في جاب جانكشن لانه بيعمل ايه؟ ده اللي بيعمل اكشن بوتنشال، ده اللي محتاجين نقل الكترونات وايونات، بيعمل لي اكشن بوتنشال، بيعمل لي قطبيه في القلب. العضو الوحيد احق واحد ان هو ايه؟ ان يبقى عنده الادرينال جانكشن ديت. ليه؟ لان العضو القلب ده كان لازم يشتغل كله كوحده واحده. يعني ما كانش ينفع العضو زي القلب اهوت، عضو زي القلب اهوت يا شباب، الدم مثلا بينزل الدم اهوت، الدم مثلا كان بيجي اهوت بيتجمع هنا، وفي نفس ذات اللحظه كان لازم الاذين ده بيفتح عشان يدخل، كان الاذين ده بيفتح بيجي هنا في الاذين اهوت، في نفس ذات اللحظه كان المفروض ايه؟ الاذين بينزل الدم من البطين اللي موجود هنا، كان المفروض ايه اللي بيحصل؟ كان المفروض ان القلب كله بيشتغل كواحده واحده، يعني الخلايا بتاعت دي كلها كانت بتتقبض في نفس اللحظه، بيحصل لها كهربيه في نفس اللحظه، خواصها كلها في نفس اللحظه، وكذلك البطين كله، الخلايا بتاعت عضو البطين ده كله، الخلايا بتاع ده كله كان المفروض كلها تشتغل برضه تشتغل كواحده واحده. مفهوم؟ لانه ما ينفعش كل جزء او كل عضو يشتغل بمزاجه، فكان كل لازم يشتغل كواحده واحده. فليه ادرينت موجوده في القلب؟ عشان يشتغل القلب كله كواحده واحده. طيب نوع البروتين اللي موجود في الادرينت ده اللي بقى ايه؟ قال لك والله نوع البروتين هتلاقيه بقى اسمه ايه؟ قال لك والله لما شافوه لقوا ان البروتين اللي موجود اسمه الكادهيرين. طيب نوع البروتين اللي موجود في الديزموزوم، والله احنا قلنا ده غالبا شكل ده، فبرضه في البروتين برضه هتلاقي نفس البروتين كادهيرين. طيب نوع البروتين اللي موجود في الهيموديزموزوم ده بقى اللي اختلف عنه من شويه اسمه انتجرين. تمام. وده ببساطه شكل كل الروابط اللي موجوده في القلب. نعم. هتلاقي بقى الكتاب انت قال لك ايه؟ والله هتلاقي الكتاب كان عبقري في الفكره ديت. ازاي بقى؟ هتلاقي انت قال لك من ان هو كان عمال يجيب لك الروابط اللي بتربط بين كل خليه وخليه ثانيه. انت قال لك ايه؟ انت قال لك لجزئيه ثانيه دلوقتي هنشوفها. والله هتلاقي الكتاب نط لك فجأة حاجة اسمها ايه؟ حاجة اسمها بعد ما درست الانتراسيلولار كونكشن، بعد ما درست الروابط اللي موجودة بين كل خلايا، انتراسيلولار
كوميونيكيشن. ليه ابتدى الكتاب يقول لك الفكره دي؟ والله ده عدى عيب الصراحه، ده حاجه ذكيه جدا. ليه؟ لان المفروض اي حد فيكم دلوقتي كان قاعد كان المفروض يسال نفسه سؤال، لو كان ذكي يعني يسال نفسه سؤال. انت دلوقتي عمال تقول لي كل خليه مربوطه بخليه ثانيه، انما السؤال دلوقتي انت رابط لي بين كل خليه وخليه ثانيه يا فرحتي. ازاي الخليه دي اصلا بتتواصل مع الخليه الثانيه؟ ازاي الخليه اصلا بتعرف هي عايزه ايه؟ دلوقتي احنا قلنا ان في كاب جنكشن تبدا تنقل لك الصوديوم او البوتاسيوم او العناصر او اي عنصر الخليه محتاجاه. طيب تعرف مين الخليه محتاجاه؟ فاهم؟ يعني الخليه موجوده اهيت وخليه ثانيه اهيت، الاثنين مربوطين ببعض اهوت. ديت لو رقم واحد لو مش فاهمه، رقم اثنين لو مش فاهماها. لو دي بتقول لها تقول لها انا محتاجه صوديوم، انا محتاجه صوديوم، وهنا في ربط فعلا بتنقل لها صوديوم، هنا ربط ممكن تنقل الصوديوم، بس الخليه رقم اثنين مش بتتكلم اللغه دي اصلا. يعني فاهمين؟ الخليه رقم واحد مش فاهمه هي معناها ايه، دي محتاجه صوديوم بتقول لها انا محتاجه صوديوم، والروابط موجوده بس رقم واحد مش فاهماها. فكان لازم ايه؟ والله كان لازم يبقى في اول حاجه الاولى، حتى اول لما تبدا تقول ان في رابط لازم تقول ان في اتصالات بين الخليه، ان في لغه الخليه تقدر تتكلم بالخليه، كل خليه تقدر تتكلم معاها بخليه ثانيه. جميل. دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي الخليه بتتواصل، كل خليه ازاي بتتواصل مع خليه ثانيه. بيتم ازاي؟ والله بيتم في اشكال كتير قوي، 6 او 7 اشكال. 2 3 اول حاجه واشهر حاجه احنا عارفينها طبعا ايه؟ هرمونز اندو كراين. ازاي الخليه تتواصل بخليه ثانيه؟ في خليه موجوده هي خليه موجوده، دي خليه موجوده هي خليه واحد تعمل ايه؟ خليه واحده تفرز ماده كيميائيه، ماده او هرمون. الهرمون ده يمشي فين؟ الهرمون ده يمشي في الدم، يمشي في مجرى الدم، ولما يمشي في مجرى الدم هيروح فين؟ والله يبدا ينقله لخليه ثانيه موجوده، نبدا نشوف خليه اثنين اهوت، خليه اثنين، الخليه اثنين مش فاهمه خليه واحد بتقول ايه، بس الخليه اثنين فاهمه الهرمون. فالهرمون ده عباره عن ايه؟ الهرمون ده عباره عن وسيط، لغه وسيطه مشتركه من خلالها الخليه واحد تقدر تقول للخليه اثنين انا محتاجه ديت، الخليه مثلا اثنين فاهمه حاجه اسمها ايه؟ فاهمه حاجه اسمها جروث هرمون، الخليه واحده جت الخليه اثنين فاهمه جروث هرمون اهوت، مثلا جروث هرمون. خليه واحد قالت انا عايزه ايه؟ انا طلعت ماده الخليه واحد طلعت الجروث هرمون اهوت، انتقل عبر مجرى الدم واللي وصل للخليه اثنين ووصل لها جروث هرمون. هل الخليه واحد دي تعرف الخليه اثنين اصلا؟ لا ما تعرفهاش. كل اللي هي عارفاه الجروث هرمون ده اول ما بيجي لها بتعمل ايه؟ والله بتزود حجم العضله، بتزود حجم او بتزود الاوعيه الدمويه، بتزود حجم الاعضاء الداخليه، بتزود كثافه العظم في الوش، بتزود الطول بتاع جسمك. الخليه التانية اصلا مش فاهمه غير ايه؟ مش فاهمه غير شكل الهرمون ذات نفسه. فالخليه في الهرمون كان عباره عن ايه؟ عباره عن ماده كيميائيه بيتم افرازها في الدم من خلالها وبتروح للعضو المستقبل عشان يقوم بوظيفه معينه، ومن خلالها بيحصل تواصل بين كل خليه وخليه ثانيه. وده كان ايه يا شباب؟ ده كان ايه؟ ده لازم نكون عارفين ان هو بطيء، ماده كيميائيه بطيئه بياخد وقت. فكنا محتاجين ايه؟ محتاجين حاجه اسرع شويه. نفس اللي جاي في دماغكم دلوقتي حالا هيجي في دماغكم ايه اسرع حاجه عارفينها في الجسم؟ والله النيرفس، الاعصاب. بنفس الكيفيه يا شباب اللي بيحصل فيها اتصال بين الخلايا وبعضها بماده كيميائيه، نيرفس الاعصاب. ايه اللي بيحصل يا شباب؟ والله بيحصل حاجه اسمها نيورو ترانسميتر. كل عصب موجود اهوت، فلنفرض ده عصب اهوت، وبيتواصل مع مين؟ بيتواصل مع عصب ثاني. ايه اللي بيحصل يا شباب؟ والله كل عصب زي ما اتفقنا مش فاهم اللغه بتاعت العصب الثاني، فبيبدا يفهم يعمل ايه؟ يفرز ماده مشتركه اسمها ايه؟ نيورو ترانسميتر، يعني مقبلات عصبيه، ترانسميتر. بنفس الكيفيه يبدا الخليه رقم 2 نيرف 2 ونيرف 1. نيرف رقم 2 يبدا يفهم الترانسميتر اللي جاي لها من نيرف 1 ده، يبدا يقوم بالوظيفه المعينه. طبعا هنعرف البتاعه دي ايه؟ نعرف انها سريعه، نعرف ان ديت عباره عن حاجه اسمها سريعه. بيتم ازاي ديت؟ بيتم عبر ايه؟ عبر شبكات من الاعصاب، لان هنعرف لو لما نخش في مديول ان شاء الله سي ان اتش هنعرف ان الاعصاب دي ما بتبقاش موجوده في صوره واحده، ما بتبقاش في صوره منعزله عن يعني كل عصب منعزل عن الثاني، ده الاعصاب دي بتتجمع مع بعض في شبكات اعصاب عشان تؤدي الوظيفه، وكل ما تبتدي تاخد على الوظيفه وتمارسها كتير كل ما شبكه الاعصاب دي هتكبر، ودي الطريقه اللي بتكون بيها الاعداد. كل ما تعمل فعل معين يتم عبر عصب معين،
عصب حركي مثلا معين، بمرور الوقت مع استمراريه الفعل ده، الاستمراريه الفعل العصب ده يبدا يجي جنبه عصب ثاني، يجي جنبه عصب ثاني، يعني يعمل لك شبكه اعصاب بيتواصل مع بعض ايه بنيورو ترانسميتر. طيب وده اللي بيكون لك العادات، ماشي. طيب ده كان وظيفه ثانيه، عايز تقول لي حاجه ثانيه؟ قال لك والله وده سريعه. قال لك والله انا ممكن اضيف لك حاجه جديده. بص بقى الحاجات اللي جايه ديت، قال لك والله في حاجه ثانيه اسمها نيورو، في حاجه اسمها نيورو اندوكراين. نيورو اندوكراين ازاي؟ دلوقتي المفروض تستغرب دلوقتي، يعني دلوقتي احنا قلت في حاجه اسمها اندوكراين، في ماده كيميائيه بتفرز في الدم. نيرفز عباره عن خليه عصبيه بيتواصل مع خليه عصبيه ثانيه عبر ناقل عصبي. ايه النيورو اندوكراين ده؟ النيورو اندوكراين ده ما كانش بين خليه عصبيه وخليه عصبيه ثانيه، ده كان في ايه؟ والله ده كان في خليه عصبيه اهيت، دي خليه عصبيه اهيت، والله دي خليه عصبيه اهيت، اللي بيحصل ايه؟ تفرز نيورو ترانسميتر. بس بدل ما كان بيروح للخليه العصبيه على طول، بيبدا يطول المسار شويه، يبدا يروح فين؟ زي احنا قلنا في حته الاندوكراين دي حته النيورون، عملنا نيورو ترانسميتر من حته النيورون، يبدا بقى ناخد من حته الاندوكراين ايه؟ ناخد حته الاوعيه الدمويه. يبدا النيورو ترانسميتر يروح على الوعاء الدموي اهوت، وينتقل من الوعاء الدموي الى العضو او الخليه اللي محتاجين نعمل فيها وظيفه معينه. ده بالنسبه لايه؟ ده بالنسبه للنيورو ترانسميتر او بالنسبه للنيورو اندوكراين. حاجه ثانيه عايز اضيفها، انت كده قلت لي 1 2 3 الاندوكراين بس والنيرف بس والنيورو اندوكراين. هقول لك والله في حاجه برضه اسمها باراكراين. باراكراين دي ايه يا شباب؟ باراكراين دي العمليه اللي من خلالها بيبقى في خليتين اهوت، بيبقى في خليه موجوده هي خليه 1 وخليه 2. باراكراين هي العمليه اللي بيتم من خلالها الخليه تفرز مواد معينه، الفرق ايه؟ تفرز مواد تنتقل لخليه ثانيه. طب ما انت قلت لي هنا وقلت لي ده اوكي، قلت لي الكلام ده في الاندوكراين والنيرفز والنيورو اندوكراين. اقول لك لا، في الاندوكراين والنيرفز كان بيبقى فيه وعاء دموي تقريبا، كان بيبقى فيه وعاء دموي من خلال الماده الكيميائيه بتنتشر الماده زي الباراكراين. اللي بيحصل الماده زي الباراكراين ما بيبقاش وعاء دموي، ده هم خليتين متجاورتين، خليه وجنبها جارتها. خليه هي دي خليه ودي جارتها، مفيش وعاء دموي، مفيش وسيط في النص، مفيش وعاء دموي، مفيش اي رباط عصبيه، مش بين خليه عصبيه وخليه عصبيه ثانيه تنتقل بترانسميتر، دي بين خليه وجارتها. اللي بيحصل فيها تفرز ماده تاثر في خليه جارتها. جميل، ده بالنسبه للباراكراين. طب في هينتقل لك حاجه جديده اسمها ايه؟ اوتوكراين. اللي كانت الضريعه شويه في الانجليزي تفهمني يعني ايه اوتوكراين. اوتو يعني ايه؟ اوتو يعني ذاتي، تاثير ذاتي. اوتوكراين يعني ايه؟ العمليه اللي من خلال الخليه بتفرز ماده كيميائيه بتاثر فين؟ بتاثر على غيرها؟ لا، بتاثر على نفسها. الاوتوكراين اهيت، نقدر نشوف الاوتوكراين اهيت، هي عباره عن خليه تفرز ماده من خلالها بتاثر على عضو ثاني؟ لا. بتروح لوعاء دموي؟ لا. بتاثر على ايه؟ بتاثر على نفسها، جميل. ينتقل لحاجه اسمها الباراكراين. الباراكراين اللي بيحصل والله خليه اهيت، خليه وديت نكتب جنبها ايه؟ نكتب جنبها جارتها. تبدا الخليه ايه؟ تبدا تفرز ماده كيميائيه، تروح تفرز ماده كيميائيه. تروح فين الماده الكيميائيه؟ تروح لوعاء دموي. لو راحت الطريق ده يبقى ايه؟ هتبقى اندوكراين. انما لا، مش تروح لوعاء دموي، تروح لجارتها على طول، تبقى اسمها ايه؟ اسمها باراكراين. ودول يا شباب كانوا 5 انواع من انواع الاتصالات بكل خليه وخليه ثانيه. اتفقنا ان الخليه ما بتفهمش لغه الخليه اللي جنبها، الخليه بتفهم ايه؟ بتفرز الماده اللي وصلها، بتعرف لغه الهرمون، بتعرف لغه النيورو ترانسميتر، بتعرف لغه الماده اللي بتجيلها من خليه ثانيه. انما خليه وخليه ثانيه مش عارفه لغتها. جميل. نبدا نشوف النوع الجديد. احنا كده خلصنا كام؟ خلاص تقريبا 5. نروح للنوع السادس. سهل. هتلاقي كده كاتب لك ايه؟ والله هتلاقي كاتب لك انترا سيلولار جاب جنكشن. وده كان النوع الايه؟ ده كان النوع السادس من انواع الكوميونيكيشن بين كل خليه وخليه ثانيه. انا سمعت الجاب جنكشن دي فين؟ سمعت الجاب جنكشن دي في الروابط.
انا سمعت الجاب جونكشن في الروابط، قال لك بنفس الكيفيه زي ما في رابطه بين كل خليه وخليه ثانيه، قال لك برضه في بين كل خليه هي وبين كل خليه وخليه ثانيه لغه بسيطه او حاجه بتقدر من خلالها تفهم دي او دي محتاجين ايه، بدل ما نبدا ننقلها في وعاء دموي او نبدا ننقلها في مسافه بعيده، لا ده بين كل خليه مع الجاب جونكشن اللي هي الرابطه في برضه حاجه اسمها انترا سولار جاب جونكشن توصيل كوميونيكيشن، من خلالها تقدر كل خليه توصل مع خليه ثانيه.